الساعة كانت تقريبا 3:15 بالليل. شادي كان واقف في بيت جده القديم وعمال يقلب في صندوق خشب كده لحد ما لقى عروسة قماش محطوطة تحت كوم هدوم. عينيها شكلها ازاز كده بتبصله كأنها عايشة. شادي كان واقف قدام بيت جده الميت بيمسح عرقه من على جبينه رغم برد شهر يناير. البيت كان قديم قوي في حي العباسية، كان مهجور من سنين، بس النهاردة جه الوقت عشان يفضي الأوضة اللي فوق ويبيع كل الحاجات القديمة. فجأة سمع صوت بيقوله: يلا بقى يا شادي، مش هنفضل هنا لبكرة. ده كان صوت كريم صاحبه، كان واقف في الشارع مستنيه جنب العربية بيدخن سيجارة وبيراقب البيت في الضلمة. شادي قال له: خلاص خلاص أنا نازل اهو دقيقتين ونازل على طول. شد ايده من الصندوق، بس العروسة كانت غريبة. شعرها متضفر ولونه اسود متفحم، كانت لابسة فستان أحمر قديم ووشها أبيض زي الطباشير، بس عينيها زرقاء وبتلمع بطريقة غريبة، شكلها يقلق. أول ما نزل لكريم، كريم سأله بيقول له: إيه العروسة الحلوة دي؟ قال له: لقيتها جوه، شكلها أثرية كده، حاجة قديمة ممكن تكون غالية. مسك الصندوق كله حطه في الشنطة، وأول ما وصل البيت شادي حط العروسة في أوضة نومه. أمه نادية لما شافتها وشها قلب كده: إيه الحاجة الوحشة اللي أنت جايبها دي يا ابني؟ شكلها مخيف كده ليه؟ قال لها: دي حاجة قديمة أوي، ممكن تكون أثرية أو غالية، هبيعها وآخد فلوسها بس. ردت قالت له: لا 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 لا، أنا مش عايزة الحاجة دي في بيتي، شكلها فيها حاجة مش طبيعية، حاسة إنها بتبصلي كده أو بتراقبني. بس شادي كان مصمم، حط العروسة في أوضته وقفل الباب. وفي أول ليلة، الساعة كانت 12 بالليل، لما شادي صحي على صوت حركة كده، فتح عينه لقى العروسة مش في نفس المكان اللي هو سايبها فيه، كان وشها ناحيته بدل ما كان وشها ناحية الحيطة. قال لنفسه: أكيد ماما دخلت ولعبت فيها ورجعها لمكانها تاني. تاني يوم كان قاعد هو وكريم على القهوة. كريم سأله: شادي أنت متأكد إن العروسة دي عادية؟ أيوة طبعا، مالها في إيه؟ أصل امبارح وأنا مروح من عندكم حسيت إن حد بيمشي ورايا أو حد بيراقبني، كل ما أبص ملاقيش حد، بس بصراحة كنت قلقان قوي. شادي ضحك قال له: أنت بتخرف يا ابني، إيه اللي بتقوله ده؟ بس في الحقيقة شادي كمان بدأ يحس بحاجات غريبة. كان بيحس كل شوية إن حد بيراقبه، وساعات بيسمع صوت همهمة خفيفة جاية من أوضته. الليلة التانية، الساعة كانت حوالي 3 الفجر، شادي صحي على صوت زي بكاء أطفال، أطفال كتير مش طفل واحد. الصوت كان جاي من بعيد، كان صوت هادي بس مخيف بشكل مرعب. قام من على السرير وهو خايف، وراح ناحية باب أوضته كده عشان يتأكد من العروسة. لقاها قاعدة على كرسي مختلف غير المكان اللي هو كان حاططها فيه، وإيديها مرفوعة كأنها بتسقف. لا لا لا، أكيد أنا بحلم، قال كده لنفسه وهو بيهز راسه. رجعها تاني لمكانها، بس المرة دي شدها جامد عشان يتأكد إنها مش هتتحرك. في اليوم التالت، أمه نادية قالت له وهي خايفة: يا شادي، أنا مش قادرة أعدي قدام أوضتك، بحس إن العروسة دي بتبص عليا من تحت الباب، وليلة امبارح سمعت صوت زي أطفال كتير بتعيط كده. قال لها: ماما انتي بتقولي ايه؟ دي عروسة عادية. بس شادي كان في نفسه مرعوب. قرر يكلم عم أبو العز، الراجل الكبير اللي كان صاحب جده. عم أبو العز لما شاف العروسة وشه بقى أصفر. قال له: يا ابني ارميها حالا، دي مش عروسة عادية. قال له: ليه؟ إيه اللي فيها يعني؟ قال له: جدك كان حكيلي عنها قبل ما يموت، دي كانت بتاعت بنت عمك سلمى، ماتت وهي صغيرة في حادثة مريبة من 20 سنة، وهي ووالدتها كانوا ساكنين في البيت ده. ولما البنت ماتت، أمها خلت كل همها في العروسة دي، كانت بتفضل تكلمها وتعاملها كأنها بنتها الميتة. في اللحظة دي كان باين على عم أبو العز القلق، وكان صوته بيترعش وهو بيحكي. وقال له: وبعدين أمها تعبت نفسيا وبقت تقول إن البنت دخلت جوه العروسة وإنها بقت عايشة فيها. الناس فكروا إنها مجنونة، لكن الحاجات الغريبة بدأت تحصل في البيت. شادي سأله: حاجات غريبة زي إيه؟ قال له: أصوات أطفال بالليل، حاجات بتتحرك لوحدها، العروسة كانت بتغير مكانها، وآخر حاجة حصلت قبل ما أمها تموت إنهم لقوا العروسة ماسكة سكينة صغيرة. شادي كان مصدوم من اللي بيسمعه. قال له: يعني إيه بالظبط؟ قال له: يعني البنت الميتة روحها جوه العروسة وهي عايزة تاخد حد معاها. في الليلة الرابعة، رغم كل الكلام اللي سمعه، شادي قرر يخلي العروسة معاه برضه، مش عايز يصدق اللي سمعه. بس الليلة دي كانت مختلفة عن أي ليلة تانية. الساعة 12 بالليل،
شادي حس بصوت رجلين صغيرين ماشيين في الممر. أمن على سريره بكل هدوء، فتح باب أوضته شوية، شاف العروسة واقفة في النص ومدياله ظهرها. قلبه كان بيدق بسرعة، مكانش قادر يستوعب اللي هو شايفه. العروسة كانت واقفة لوحدها بدون ما حد يشيلها نهائي. فجأة راسها بدأت تتحرك ببطء ناحيته وبتلتفت له، وعينيها الإزاز دي مليانة بلون أحمر كده يخوف. بعد كده خرج منها صوت غريب بتقوله: تعالى معايا يا شادي، تعالى معايا. صوتها كان مليان حقد ووجع. شادي جري بسرعة ودخل أوضة أمه، لقاها مرعوبة تحت البطانية. قال لها: ماما، العروسة بتتحرك. قالت له: ارميها فورا، قلتلك فيها حاجة وحشة. بس فجأة سمعوا صوت ضحك بنت صغيرة جاي من كل حتة في البيت. الصوت كان بيتردد في كل مكان، في الحيطان ومن العفش ومن كل حتة. وبعدين سمعوا صوت نفس الرجلين بتجري، وصوت العروسة وهي بتقول: مش هسيبكوا، مش هسيبكوا، هتعيشوا في البيت بتاعي. شادي وأمه فضلوا مستخبيين في الأوضة لحد الفجر. لما النهار طلع، شادي خرج بيدور على العروسة، بس ما لقاهاش في أي حتة ولا لقى ليها أي أثر. راح للطرقة اللي كانت واقفة فيها، لقى ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط أطفال: شكرا إنك خليتني أخرج من البيت القديم، دلوقتي أقدر أجي أزوركم في أي حتة. شادي وأمه قرروا يسيبوا البيت فورا، بس لما كانوا بيحضروا الشنط، شادي لقى العروسة راجعة في مكانها في أوضته تاني، وبتبتسم ابتسامة مرعبة. والأغرب إن الابتسامة دي ما كانتش موجودة قبل كده. ومن يومها شادي وأمه بقى يشوفوا العروسة في كل حتة يروحوها، في الشغل، في البيت، في الشارع، لما يزوروا حتى قرايبهم، دايما واقفة بعيد وبتراقبهم. وكل ليلة بيسمعوا صوت بنت صغيرة بتهمس: قريب، قريب قوي هاخدكم معايا. وآخر مرة اتشاف فيها شادي كان بيجري في الشارع في نص الليل وهو بيصوت: سيبوني، سيبوني، سيبوني. ومن ساعتها محدش عارف هو راح فين.